فالشباب المغربي متى توفرت له الظروف وتسلح بالجد وبروح الوطنية دائما ما يبهر العالم بإنجازات كبيرة وغير مسبوقة. ما تتربحناش مصر بالزيت ولا بالماء اللي تنديرو في لاصال، والمغاربه نقول لك ما غاديش يوقف الحد نتاعهم في ذاك المستوى. وكلنا شفنا كيف بدأ المغرب يجني ثمار الاستثمارات الرياضية. Félicitations surtout au Maroc qui a gagné ce match et comme seul des 8 débutants à cette Coupe du Monde s'est qualifié pour le prochain tour. المغربي والتأهل التاريخي إلى دور 16 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في نيوزيلندا واستراليا في أول مشاركة المنتخب المغربي في النهائي. إخوان السلام عليكم. سالت الرحلة الجميلة اللي عيشنا المنتخب الوطني والنسوي في كأس العالم، وخا الهزيمة أمام فرنسا في هذا الدور، ولكن قدمنا إنجاز العديد من المنتخبات العالمية كتحلم به. وهنا غنمشي نسحب التاريخ وقيمة الإنجاز. المنتخب المغربي شارك لأول مرة في كأس العالم وحقق أول فوز وحقق أول مرور للدور الموالي. كنتذكر خطاب العرش الملك محمد السادس أنه مع الجدية وتوفير الظروف احنا قادرين على تحقيق أكبر الإنجازات العالمية. إن ما ندعو إليه ليس شعارا فارغا أو مجرد قيمة صورية، إنما هو مفهوم متكامل. فكلما كانت الجدية حافزنا كلما نجحنا في تجاوز الصعوبات ورفع التحديات. فالشباب المغربي متى توفرت له الظروف وتسلح بالجد وبروح الوطنية دائما ما يبهر العالم بإنجازات كبيرة وغير مسبوقة. اسم المغرب، راية المغرب يتم إعلاها من طنجة العالية للكويرة العزيزة. هنا سطر جديد، هنا كتابة تاريخ جديد. السيدات المغربيات، نعم هذا تكريم للمرأة المغربية والعربية. في هذا الفيديو غنسلط الضوء على مسيرة المنتخب المغربي في كأس العالم، قيمة هذا الإنجاز، وما غاديش نسمي أي إخفاق قمنا به، حيث منافسة من حجم كأس العالم وتشارك فيها لأول مرة هذا بحد ذاته إنجاز. مشينا على بركة الله. المنتخب المغربي النسوي اللي تأهل كأس العالم من بعد ما حقق الوصافة في كأس أفريقيا اللي تنظمت في المغرب، والمشاركة ديالو كانوا العديد من المتتبعين ما كيتوقعوش تكون بهذه المسيرة. واخا هنا بانوا لنا أعداء النجاح اللي عند أول هزيمة أمام المنتخب الألماني خرجوا أعداء النجاح كيبخسوا الهزيمة أمام المنتخب الألماني ب6-0، ولكن الجميل الرد من لبؤات الأطلس اللي تمكنوا من العبور للدور الأول وبجدارة والاستحقاق. التأهل التاريخي إلى دور 16 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في نيوزيلندا واستراليا في أول مشاركة للمنتخب المغربي في النهائيات، وفي أول مشاركة عربية في تاريخ نهائيات كأس العالم للسيدات. هو إنجاز كبير بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة وأن المغرب لم يكن على الإطلاق ضمن المرشحين لبلوغ الدور التالي أو دور 16 قبل انطلاق هذه البطولة. المنتخب المغربي كان في مجموعة ماشي سهلة. لعبنا مع ألمانيا وصيف بطل أوروبا الإنجليزي، وكان معنا المنتخب الكولومبي ثالث كوبا أمريكا، ومنتخب كوريا الشمالية اللي عنده عدة مشاركات في الكأس العالمية. منتخب جديد كيضم لاعبات الجيش الملكي ولاعبات مزدوجي الجنسية، قدروا أنهم يحققوا إنجاز كبير وكبير بزاف، وكنتمنى من كل المغاربة يشكرهم من القلب. وتخيل عند أول مشاركة وغنعاود نقولها وتدوز للدور الموالي في كأس العالم. واش عرفتي شنو هو كأس العالم؟ Avec de Perth en Australie pour ce magnifique match entre le Maroc et la Colombie. Félicitations à la Colombie évidemment, mais félicitations surtout au Maroc qui a gagné ce match et comme seul des 8 débutants à cette Coupe du Monde s'est qualifié pour le prochain tour. انا فرحانين بزاف، فرحانه بالمستوى اللي قدمناه، فرحانه بالرغبه ديالنا اللي كانت من الاول باش اننا نفوزوا، باش اننا نشرفوا بلادنا. شعور لا يوصف. كاليفيكاسيون لويتشان فينال كنا كنتسناوها من شحال هذه وخدمنا عليها وامنا على اننا نوصلوا. الفوز هذا كنبغيو نهديوه لصاحب الجلاله الرياضي الاول الملك محمد السادس. الحمد لله قدرنا نتاهلوا من اول مشاركه لينا، فحاجه اللي صراحه فرحنا بها بزاف. مع البدايه الهزيمه الالمانيه مشات معها الدهشه، وبعدها حققنا اول فوز للمنتخبات العربيه في كاس العالم، وكانت امام كوريا الشماليه ب1-0. ولتحقيق التاهل كان علينا نفوزوا على المنتخب الكولومبي اللي ربح المنتخب الالماني، ونتسناو اي هديه من منتخب كوريا الشماليه. تمكنات من انها توقف الماكينات الالمانيه وحققنا فوز على منتخب كولومبي، ونكون بذلك اول منتخب عربي
كيحقق 6 نقاط في أول مشاركة في كأس العالم. دخلت لبؤات الأطلس الفريق المغربي النسائي تاريخ كرة القدم كأول فريق نسائي عربي يشارك في بطولة كأس العالم ضمن 32 منتخبا. أنجزت سيدات منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بالتأهل لثمن نهائي كأس العالم للسيدات في أول مشاركة لهن بعد فوزهن منذ قليل على كولومبيا بهدف نظيف في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. بالنسبة لي الهزيمة أمام منتخب فرنسي ما غاديش نعير أي اهتمام، حنا هما المنتخب الرابح. وتخيل معايا عاوتاني نقولها لك، أول مشاركة، واش عرفتي أول مشاركة من بين 244 دولة منضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم. وهنا غنتوجه المغاربة، هادشي كله عندنا زهر. المنتخب المغربي رابع كأس العالم، منتخب أقل من 17 سنة لعب النهائي كأس إفريقيا وغيشارك في كأس العالم. المنتخب أقل من 23 سنة ربح كأس إفريقيا وغيشارك في الأولمبياد. هادشي كامل كيبين أن المغرب راه داخل عهد جديد في التسيير الرياضي وتحقيق الإنجازات ونكونوا في المكان اللي خصنا نكونوا فيها. التخطيط الناجح والمقدمات الرائعة تقود لنتائج وإنجازات قوية على الصعيد الرياضي المغربي ولا شك. وكلنا شفنا كيف بدأ المغرب يجني ثمار الاستثمارات الرياضية. خبر جميل جدا، المغرب في بطولة كأس العالم للسيدات واصلت عروضها الرائعة وانتصاراتها الرائعة. اتحاد كرة أو جماعة تخطط بشكل رائع بتجني الانتصارات في تخطيط سليم، في عدالة، في رزنامة زي ما بيقولوا. هاد الفيديو درناه غير للشكر للمنتخب المغربي النسوي، بعيدا عن التأويلات وجميع اللي دار في هاد كأس العالم. حققنا إنجاز صعيب بزاف منتخب عربي آخر يحققه مكانة المغرب في العالمية. دابا عند أي مشاركة طموحنا ما غاديش يكون غير باش نشاركوا، غادي نوليو نحققوا الإنجازات، وهي الكلمة اللي قالها فوزي القجع لمنتخب الصالات ملي رجعوا ملي حققوا كأس العرب. ما تربحناش مصر بالزيت ولا بالماء اللي تنديروا في لاصال. والمغاربه نقول لكم وانا واحد من الجمهور ما غاديش يوقف الحد نتاعهم في ذاك المستوى، لان حنا المغرب اكيد وعلى ودو طيو مره اخرى نتوليو اون ريفيرونس دو لا ريوسيت مونديال، نقدروا نمشيو الى ما ابعد من ذلك ونكونوا في مستوى عالمي. الفيديو كان خفيف لدعم المنتخب المغربي، مواضيع كثيره مازال كتسنانا وخاصه في التسيير الرياضي، حيت فرق عديم ما بين انجازات المنتخبات الوطنيه والواقع التسييري للفرق المغربية ونهب المال العام. نهب وسرقة المال العام، وباقي غنرجعوا ليهم في الفيديو الجاي ان شاء الله. واو وقف عند حدك. ما بقى لي غير نقول لكم دعمنا بلايك واشترك في القناة وخلينا رأيك في كومنتير على انجاز المنتخب المغربي. وكيف ما كنقول ديما، الا ما كانت فراسك دابا ها هي فراسك. نتلاقاو في الفيديو الجاي.